أبرز الأحداث اللي حصلت أثناء فترة حكم خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى وفاته. في الحلقة دي هتعرف معلومات مهمة ومعلومات يمكن تسمعها لأول مرة. اشترك في القناة وأعمل لايك. وإلى الحلقة. بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى الخلافة عثمان بن عفان بعد ما اختاروا الصحابة وبايعوا جميع المسلمين خليفة للمسلمين سنة 23 هجرية. وعثمان بن عفان أول ما تولى الخلافة أول صلاة صلاها هي صلاة العصر، وكتب إلى الأمصار وإلى أمراء العرب وأئمة الصلوات يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ومن أبرز التغيرات اللي حصلت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولى عليها سعد بن أبي وقاص. وفي سنة 26 هجرية عزل سعد بن أبي وقاص وولى على الكوفة الوليد بن عقبة. وفي نفس السنة جدد أنصاب الحرم ووسع المسجد. وأيضا من ضمن الأشياء اللي حصلت في عهد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه الوليد بن عقبة غزا أذربيجان، وذلك لأنه جماعة أذربيجان نقضوا العهد اللي كان بينهم وبين المسلمين، فالوليد بن عقبة غزاهم وحاربهم. فلما جماعة أذربيجان عرفوا إنهم ماشيين على هلاك طلب الصلح، فصالحهم الوليد بن عقبة وفرض عليهم جزية 800 ألف درهم كل سنة. وأيضا في عهد عثمان بن عفان أهل الشام استغاثوا بعثمان خوفا من الروم، فنصرهم عثمان بن عفان وأرسل لهم جيش. وفي سنة 27 هجرية عثمان بن عفان عازل عمرو بن العاص عن مصر وولى عليه عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وعبد الله بن سعد ده أخو عثمان لأمه، يعني أمهم وحدة، وعبد الله بن سعد هو اللي فتح أفريقيا من ضمنها السودان. وفي سنة 28 هجرية تزوج عثمان بن عفان من نائلة بنت فرافصة الكلبية. وفي سنة 29 هجرية عثمان بن عفان عزل أبا موسى الأشعري عن البصرة وولى عليه عبد الله بن عامر، وعبد الله بن عامر ده ابن خال عثمان بن عفان. وفي سنة 30 هجرية عثمان بن عفان عزل الوليد بن عقبة عن الكوفة وولى عليها سعيد بن العاص. وفي سنة 33 هجرية، وركز في الحتة دي لأنه الفات ده كوم والجاي ده كوم تاني خالص ودلب الحلقة. في سنة 33 هجرية ظهرت جماعة في الكوفة. الجماعة دي مشكلتهم شنو؟ إنهم بيطعنوا في الصحابة وبيقولوا الصحابة ما أدوا واجبهم في نصرة الإسلام والمسلمين. فعبد الله بن سعد كلم معاوية بالجماعة اللي بيطعنوا في الصحابة، فمعاوية أخبر عثمان بن عفان، فعثمان بن عفان قال لمعاوية الجماعة دول جيبهم عندك في المسجد وجيبهم عندك في المجلس بتاعك في الشام وبين لهم فضل الصحابة وقول لهم إنهم يكفوا في الطعن عن الصحابة والصحابة نصروا الإسلام والمسلمين. فمعاوية رضي الله عنه جاب الجماعة من الكوفة، الجماعة اللي بيطعنوا في الصحابة، وأقعدهم في مجلسه وبين لهم مكانة الصحابة وإنه يكفوا ألسنتهم عن الصحابة، لأنه الموضوع ده خطير إنك تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالجماعة تمسكوا بآرائهم وقالوا لا، نحن متمسكين بآرائنا ومقتنعين إنه الصحابة قصروا في الإسلام. وبدأوا يصبوا في عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعيد بن العاص اللي هو المفروض الوالي بتاعهم. فمعاوية رضي الله عنه لما شافهم متمسكين برأيهم كده نفاهم عن الشام عشان ما يلوثوا بقية الناس بفكرهم المنحرف. فالجماعة دي قيل هم 9 أو 10 منهم، وأبرزهم الأشتر النخعي وقالوا اسمه مالك بن يزيد، واحد اسمه قيس بن ثابت وعلقمة بن ثابت وجندب بن زهير وغيرهم. ودي كانت بداية الانحراف والتحريض على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي سنة 34 هجرية أهل الكوفة ناس الأشتر النخعي وجماعته خرجوا ثورة على الوالي بتاعهم اللي هو سعيد بن العاص وقالوا ما عايزينه. ومن أول الأسباب الخروج على عثمان بن عفان إنه قالوا بيعزل الصحابة وبيولي أقربائه من بني أمية. فلما طلعوا ثورة على سعيد بن العاص أهل الكوفة عثمان بن عفان استشار الولاد بتاعه، جاب ناس معاوية وعمرو بن العاص وعبد الله بن سعد وسعيد بن العاص كلهم جو لعثمان بن عفان وجلسوا وتشاوروا. بعد كل والي المفروض يرجع لولايته. فلما سعيد بن العاص رجع للكوفة أهل الكوفة يقفوا وقالوا ما عايزينك والي بعد ده، نحن عايزين أبا موسى الأشعري. فلما أهل الكوفة أرادوا أن يقتتلوا بعضهم البعض جماعة سعيد بن العاص وجماعة الأشتر النخعي، سعيد بن العاص أهدأ الأمور وهدأ نار الفتنة وقال لهم خلاص يا جماعة ورجع إلى المدينة.
فعثمان بن عفان استجاب لجماعة أهل الكوفة وولى عليهم أبو موسى الأشعري، والمفروض كده الأمور تكون هدأت، ولكن لا، الشيطان يأبى. السبب الثاني من أسباب الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه قالوا ظهر واحد اسمه عبد الله بن سبأ، وهو في الأصل يهودي ولكن أظهر الإسلام ودخل لمصر وبقى يفتن الناس ويقول إنه عثمان بن عفان غير معتمد في ولايته، يعني أخذ الولاية بغير وجه حق، وإنه علي بن أبي طالب أحق بالولاية منه. وبدأ يجيب كلمات ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. فبقى بعد الناس يقتنع به وفكره بقى ينتشر بين الناس ويزود جمهوره. فكده الجماعتين بقوا ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه، جماعة الأشتر النخعي اللي في الكوفة وجماعة عبد الله بن سبأ اللي في مصر، وبقى يتواصلوا وجمهورهم كتير والكلام بقى كتير بين الناس وانتشر. فلما الكلام كتير علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على عثمان بن عفان وبين له فضله وذكره بفضائله ومكانته في الإسلام ونصحه وأرشده، وتقبل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ونجي سنة 35 هجرية من السنوات الحزينة على التاريخ الإسلامي. في سنة 35 هجرية مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. في سنة 35 هجرية استنفر ما يقارب 600 نفر من مصر، وقالوا ماشيين على المدينة ولكن بحجة معتمرين، ولكن في الحقيقة هم ماشيين ينكروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعبد الله بن سعد أخبر عثمان بن عفان بأنه في جماعة ماشيين عليكم. فلما دخلوا وقربوا على المدينة عثمان بن عفان كلم علي بن أبي طالب إنه يمشي يستقبلهم ويشوف مطالبهم شنو. فلما جاء داخلين علي بن أبي طالب مشى لهم وناظرهم وجاوب على أسئلتهم ومآخذهم على عثمان، من ضمنها قالوا بولي أقربائه. فعلي بن أبي طالب بين له وقال إنه عثمان ما عمل شيء مخالف للكتاب والسنة، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأثر قريش على بقية أصحابه، فالمفروض رجعوا واقتنعوا بكلام علي، ولكن يأبى الشيطان إلا أن يقتتل المسلمين بعضهم البعض. بعد ما رجعوا لمصر تاني اتفقوا جماعة الأشتر النخعي في كوفة وجماعة عبد الله بن سبأ في مصر وجماعة من البصرة اتفقوا المرة دي وقالوا نحن تاني ماشيين المدينة، ولكن المرة دي عندهم مطالب. أهم مطالبكم شنو؟ أهل مصر قالوا نحن دايرين علي بن أبي طالب والي لنا، وأهل البصرة قالوا دايرين الزبير والي لنا، وأهل الكوفة قالوا عايزين طلحة والي لنا، ودي مطالبهم الماشيين بها لعثمان بن عفان رضي الله عنه. ما هو اللي عايز فتنة لازم يلقى له سبب. فخرجوا ومشوا للمدينة، ولكن بحجة إنهم ماشيين الحج، لأنه مشوا في شهر شوال، وعقنوا أهل المدينة إنهم جايين يحجوا فقط وما عايزين شيء. فانتشروا في المدينة وأحاطوا بمنزل عثمان بن عفان رضي الله عنه وتجمهروا حول المنزل وحاصروه. قيل حاصروا المنزل لمدة شهر أو 40 يوم. وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرج إلى المسجد يصلي بالناس ويرجع البيت. ففي يوم من الأيام عندما كان يخطب قام واحد من جماعة عبد الله بن سبأ سب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأنزله من المنبر، نزله من المنبر، وكان عثمان بن عفان عنده عصا بيتكي عليه، قام شال العصا وكسره. فلما الجماعة الصحابة رضي الله عنه قاموا يدافعوا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان أبى وقال لهم ما عايز أي زول يدافع عني ولا يريد، هو قال ما عايز يكون إنه أول واحد يقتتل المسلمين بعضهم البعض بسببه. فرجع إلى بيته واشتد عليه الحصار. فلما اشتد عليه الحصار ومنعوه حتى من الخروج من البيت، عثمان بن عفان نادى في الصحابة، نادى علي وطلحة والزبير وعائشة وأشهدهم على نفسه، قال لهم أما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة جهزته؟ ألا سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة؟ قالوا شهدنا. فأشهدهم على كل فضائل في الإسلام. ثم عثمان بن عفان قال اللهم فاشهد. بعد ذلك اشتد عليه الحصار، فدخل عليه محمد بن بكر من كبار الصحابة من كبار الخوارج الجو من مصر. فعثمان بن عفان قال له ما أخذكم شنو؟ قال له انت فعلت وفعلت. فعثمان بن عفان قال له بيني وبينك كتاب الله، يعني أنا ما عملت حاجة يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى. وقيل إنه أول من ضرب عثمان بن عفان هو محمد بن بكر، وقيل إنه واحد اسمه الأسود ضربه فضربه فسقط عثمان، وكان يقرأ القرآن فسقط قطرة من الدم في قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم ضربوه كلهم اجتمعوا عليه وضربوه. فجاءت زوجة نائلة بنت فرافس الكلبية عشان تدافع عنه
ولكن برضو ضربوها حتى قطعوا أصابعها، فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه ونهبوا داره فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. قتلوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا ثالث الخلفاء الراشدين، قتلوا من جهز جيش العسرة، قتلوا من حفر بئر روما، قتلوا من أوقافه يستفيد منها المسلمين إلى يومنا هذا، قتلوا من ختم القرآن بركعة، قتلوا من تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، قتلوه شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد فإن فيك نبي وصديق وشهيدين رضي الله عنه وأرضاه. لو مهتم إنك تعرف ما وراء كل قصة، أعمل لايك واشترك في القناة عشان يصلك كل جديد.